النهارده بقى يوم جديد وروتين جديد من يوميات ست البيت. اللي اول مره يشوفني وما اشتركش في القناه ينزل بسرعه على كلمه الاشتراك واشترك في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو معايا. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل الجوليش باللحمه المفرومه او البروك التركي بطريقه سهله جدا جدا. عملته معاكم كتير قبل كده، هنعمله مع بعض النهارده بقى حاجه تعمليها للغدا خفيفه، حاجه للعشاء، وقتي زي ما تحبي تعمليها تمام. هنبدا بنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا نص كيلو من الجوليش تمام كده اهو، معايا نص كيلو من الجوليش تمام. ومعايا هنا كام قرن من الفلفل كده ضرباهم في الكبه لو حابه تبشريها او تخرطيها ناعم. معايا بصلتين كده كبار برضو عاملاهم في الكبه. معايا كمان جزرتين تمام كده لو حابه تبشريها بالمبشره تنعميها، انا عملتها في الكبه برضو منعماها تمام كده. معايا برضو طماطمايه كده صغيره مقطعاها كده صغيره. ومعايا نص كيلو او زياده عن نص كيلو من اللحمه المفروم تمام كده. ومعايا هنا بقى ايه الزيت والسمنه، ده زيت على سمنه عشان الجلاش. ومعايا علبه زبادي هنحطها على السمنه بتاعتنا. بس تعالوا نروح نعصج اللحمه الاول ونشوف هنعمل ايه. يلا يا حبايبي يلا بينا يلا بينا. اول حاجه انا حبايب قلبي معايا طاسه او القلايه بتاعتي او الصينيه او اللي هتعملي فيها هتعصجي فيها اللحمه. معايا معلقه سمنه صغيره، هنزل بقى باللحمه كده اديلها صدمه الاول تمام كده. هفضل اقلب فيها كده لحد ما يتغير لونها معايا تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعلي النار. سهله جدا وطريقه حلوه وبسيطه ان شاء الله. كل حاجه هنعملها بتبقى سهله وبسيطه مع ست البيت، حاجه بقى مش مكلفه كده وهي غدوه بقى بتمشي بيها اليوم. تمام. هفضل اقلب فيها كده لحد ما يتغير اللون بتاعها معايا وهرجع لكم تاني استنوني. كده بقى يا حبايب قلبي اللحمه اتغير لونها معايا اهي تمام. بصوا ما شاء الله اهي. هنزل عليها بقى برشه فلفل اسود صغيره كده. بسم الله. تمام كده. وهقلبها بقى تقليبه النار عاليه عليها وايدي في اللحمه لحد ما يتغير لونها زي ما حضراتكم شايفين. هنزل بالبصلايه اللي معايا هفضل برضو اقلب فيها كده لحد ما ادبل البصله معايا تمام. ايديكي في البصله على طول لحد تدخلي بقى في البصله كده لحد ما تدبل معاكي تمام. هنا دبلت البصله اللي معايا اهي، دبلت البصله ايدي فيها على طول. هنزل بقى بالجزرايه اللي معايا. بسم الله. برضو هفضل اقلب فيها كتير كده لحد برضو ما اخليها تدبل خالص تمام كده. يلا يا حبايب قلبي كده ما تبخليش علاقتك كده بمؤيد باللايك بتاعك الحلو. اللي بتشاهد الفيديو تنسى تحط لايك، ما تنسيش تحط لايك يا حبيبتي تمام. وكومنت مني كده حلو وشجعني. طبعا حابه اشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا عندي جديد القناه، حابه اقول لهم شرفتوني ونورتوني. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي ويديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. ودايما كده ايه تكونوا دايما مشجعيني وتكونوا دايما معايا باذن الله تمام. هفضل كده اقلب فيها تمام لحد ما ادبلها. حطيت الجزر معايا، احط بقى ايه الحبات الطماطمايه واحده بس، يعني واحده حبه من الطماطم واحده بس. لو عندك معلقه صلصه ممكن تحطي معلقه صلصه تستبدليها بالطماطمايه اللي معايا. اقلب بقى الكلام ده كله. يعني ايه حطيت معلقه فلفل اسود في الاول على اللحمه وبعد كده حطيت الملح. حابه تضيفي اي توابل تانيه تضيفيها. عندك معلقه قرفه من بتاعه اللي هي الاكل دي حط لها قرفه بتبقى حلوه جدا تمام. اي توابل بقى انت حابه تضيفيها انا بقى ايه بكتفي بالتوابل دي بس. ملح وفلفل اسود. حابه تحطي قرفه صراحه لو عندي رشه قرفه كنت حطيت لها قرفه بس للاسف مش
مش عندي. تمام ده بقى قلبتها تقليبه. هنزل على اخر مرحله بقى بالفلفل اللي معايا. لو عندك فلفل الوان برضه حط فلفل الوان. انا معايا فلفل احمر وفلفل اخضر، فلفل بلدي مش فلفل رومي. لو عندك فلفل رومي حطي فلفل الوان بتخليها برضه حلوه. هفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما كل بقى العناصر اللي معايا كده بقى مع بعض كده. تمام هسيبها 5 دقايق اقلب فيها كده كتير كتير، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض بقى يا حبايب قلبي. سبتها 5 كده، مش يعني اقل من 5، كل حاجه مستويه معايا. تمام كده اهي. هطفي النار. البوتاجاز الحمد لله اتبهدل. تمام كده هنزل بقى اللحمه المفرومه كده في الطبق بتاعي. بعدين بقى كده يا حبايب قلبي السمنه على الزيت، حابه تحطي زيت حابه تحطي سمنه. هاخد بصوا طرف المعلقه كده اللي هو البيكنج باودر. تمام معلقه صغيره جدا، يعني طرف المعلقه مش كتير، ما تكتريش. تمام ملهاش لازمه لما تكتريها. يعني معايا هنا معلقه برضو من الزبادي. بتخليها طريه وحلوه جدا الزبادي، طبعا كلكم عارفين الكلام ده. هقلب بقى الخليط ده كله بقى كده مع بعضه كده اهو. هنركنه على جنب ونركن الكلام ده كله على جنب. نجيب شويه زيت. بسم الله. تمام كده. وهنجيب بقى الجلاش بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجلاش اللي انا كنت جبته معاكم يوم السوق. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده ورقتين، حابه تعملي ورقه وورقه انتوا براحتك خالص. تمام هعمل معاكم اول ورقتين، وبعد كده على نفسي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل بقى الورقه بتاعتي كده الخليط الجميل قوي بتاعنا ده. حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنتني الورقه كده. تمام هجيب معلقه بس نضيفه. تمام كده بقى اللحمه اللي معايا لازم بقى اللحمه تكون بارده شويه، بس احنا بقى مفيش عندنا وقت. تمام ولاد عايزين يتعشوا، وانا بصراحه مش عارفه اعمل لهم يتعشوا فقلت بقى نعمل لهم صينيه بقى لحمه او جلاش باللحمه المفرومه. تمام بصي كتري بقى معاكي اللحمه كتير، كتري بقى كده واعملي. تمام بسم الله. تمام كده نجيب بقى الصينيه بتاعتنا. تمام احنا نحاول نحاول نعملها نقصها عشان نقطعها عشان الصينيه. بسم الله. اهيت. حابه بقى تكبريها حابه تصغريها انتوا براحتك. تمام هعمل معاكم كمان واحده. تمام بس هاخد معاكم كمان ورقتين. تمام كده هعمل معاكم كمان ورقتين، وبعد كده مع نفسي انا بقى اخلص بقيه الكميه كلها. تمام الورق معايا حلو زي الفل، مفيش فيه اي مشكله خالص. تمام اهو خليط كده بصي ما تكتريش بقى في الخليط. تمام انا عملت اول ورقه كان الخليط بتاعي كان كتير شويه، انت
عشان ايه اللحمه تمسك فيها كده. تمام. بسم الله اهيت، هنتني الورقه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبايب قلبي كده صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد ان شاء الله. بقى ايه صوابع بقى صغننه كده، ايه صوابع كبيره، المهم ايه تقطعيها. انا حبايب قلبي بقى خلصت الجلاش معايا كله اهو. معايا هنا بقى ايه كوبايه من اللبن. تمام. عليهم بضايه. هجيب بس طبق واسع. هنقل بقى ايه اللبن بتاعي والبضايه في مج كبير شويه عن البتاع كده. وهقلب بقى الكلام ده كله. هقلب بقى البضايه قوي. تمام كده. هجيب رشه فلفل اسود عشان البضايه اللي معايا الزفاره. رشه صغيره. وهجيب كمان رشه من الملح، كام واحده كده صغيرين، وهقلبهم. قلبوه كويس جدا. تمام كده. هنولع الفرن بقى وهحط الجلاش بتاعي وهرجع لكم تاني. هحط الجلاش مش هحط. لو مش بتحب زفارة البيض او مش بتحب البيض ممكن تستغنى عنه وتحطيه في كوبايه لبن. تمام. هحط الجلاش بتاعي يا حبايبي بقى للكوبايه معايا في البضايه على لبن. التليفون بصراحه انفصل مني، مش عارفه اصلا الرز دي جاز ولا لا. حطيت معلقه فلفل اسود صغيره. هحط الجلاش بتاعي في قلب الفرن، وبعد كده ايه هخرجه الجلاش وهحط عليه كوبايه اللبن دي. بعد كده هدخله تاني في الفرن. تمام كده. يلا حبيب قلبي استنى كده يا حبايبي بقى للكوبايات معايا في البضايه على لبن. التليفون بصراحه انفصل مني، مش عارفه اصلا الرز دي جاز ولا لا. حطيت معلقه فلفل اسود صغيره. هحط الجلاش بتاعي في قلب الفرن، وبعد كده ايه هخرجه الجلاش وهحط عليه كوبايه اللبن دي. بعد كده هدخله تاني في الفرن. تمام كده. يلا حبيب قلبي استنى مش هتاخر عليكم. كده حبايب قلبي بيكون الجلاش اللي باللحمه المفرومه بتاعنا ما شاء الله طلع من الفرن او البريك التركي. وعملنا هنا ايه فطيره كده ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا الحلاوه والجمال، بصوا الحشوه عامله ازاي ما شاء الله بجد تحفه. بصوا اهي، بصوا طبقتين، بصوا بصوا جميله ازاي. بصوا الحلاوه والجمال تحفه. معلش انا بصور بايدي فانا مش متحكمه قوي. تمام. وبكده بيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الجلاش بتاعنا يكون عجبكم بطريقه سهله جدا جدا. اشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد من يوميات ست البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.